صباح الخير. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام لوجهه الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون وعدد أنفاس الخلائق منذ خلق الأرض ومن عليها وعدد قطرات الماء وعدد نسمات الهواء. صل على الحبيب قلبك يطيب. كده هنقول كده قائمة الأهلي: عودة عمر كمال واستمرار ظهور بن شرقي أمام حرس الحدود. الماتش النهاردة إن شاء الله بتحكيم محمود ناجي، الحكم مباراة الأهلي وحرس الحدود، والغندور على الفار. تمام يا جماعة، النهاردة إن شاء الله الحكم مع محمود ناجي. حكم ساحة محمود ناجي، حكم مساعد يوسف البساطي، مساعد تاني أحمد رشدي، رابع أحمد حمدي، الفار خالد الغندور، والفار مساعد أحمد حسام. قائمة المباراة قلنا هو عودة عمر كمال واستمرار ظهور بن شرقي. تمام. عاد عمر كمال لاعب الأهلي لقائمة فريقه من جديد، ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في الساعة 4 في استاد برج العرب، شهادة قبل عودة عمر كمال. استمرار ظهور بن شرقي للمرة الثانية، يغيب محمد مجدي عفشة للإصابة وخالد عبد الفتاح وعمر الساعي لأسباب فنية. مش عارفين عمر الساعي يعني جايبينه بفلوس وما بيلعبش ليه، مش عارفين. قائمة الأهلي: واستقر غياب علي معلول وياسر إبراهيم ويحيى عطلة الله وطاهر محمد الإصابة. قائمة الأهلي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، كريم الدبيس رجع اهو، مصطفى العش رجع، رامي ربيعة، أكرم توفيق، عمر كمال. مروان عطية خط الوسط: عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد نبيل كوكا. والهجوم: جرادي شار، وسام علي، ومحمد عبد الله. حرس الحدود فريق جامد في المركز السادس عنده 22 نقطة. الأهلي عمل شكوى للجنة الانضباط ضد تجاوزات جماهير الزمالك ضد إمام عاشور. أعلن النادي الأهلي التقدم بشكوى للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد إلى المصري لكرة القدم ضد تجاوزات جماهير نادي الزمالك في حق لاعبه إمام عاشور وزوجته. وقال الأهلي تقدم النادي الأهلي على موقعه بقى اليوم بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري ضد جماهير نادي الزمالك نظرا لما بدر منها من تجاوزات غير لائقة وسباب وشتائم غير مبررة بحق لاعب الأهلي إمام عاشور أثناء مباراة القمة الأخيرة التي قمت يوم السبت. وأضاف: وجاء في الشكوى أن جماهير الزمالك قاموا بتوجيه الألفاظ الخارجة وأقبح الشتائم ضد اللاعب الذي التزم بأقصى درجات ضبط النفس تجاه هذا السباب الجماعي. وطالب النادي بسرعة الفصل في هذه الشكوى ليكون قرارا رادعا عن تكرار مثل هذه المخالفات للحفاظ على الجوانب الإخلاقية وقيم المجتمع والصور الحضارية لكرة القدم. قال الأهلي قد تعادل مع الزمالك، واللي الزمالك كان بيحسبه يفوز ليه. والنهارده الأهلي إن شاء الله الساعة 4 بتوقيت القاهرة مع حرس الحدود في استاد برج العرب. قال لك النتيجة: حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة للمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15. أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 15 من بينها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
قرارات الرابطة حرمان جماهير الزمالك من حضور مباراتين في الدوري بسبب السباب الجماعي، كما تم حرمان جماهير الأهلي التي حضرت اللقاء من الدرجة الثالثة شمال من حضور المباراة حرس حدود بسبب السباب الجماعي لجماهير المنافس. توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200,000 جنيه، ومنع المتواجدين من جمهور الأهلي حاضرين في مباراة الأهلي والمدرجات الثالثة شمال من حضور مباراة حرس الحدود والأهلي في الجولة السادسة. توقيع غرامة مالية قيمتها 200,000 جنيه على الزمالك، وإقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الزمالك على يتم تطبيقهم خلال مباراتي الفريق القادمتين أمام زد وإنبي. إيقاف نبيل عماد دونجا فريق لاعب نادي الزمالك مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية قيمتها 5,000 جنيه للحصول على الإنذار الثالث. مباراة إنبي وسموحة، ده العقوبات برضه يا جماعة. إيقاف محمد ناصر لاعب فريق إنبي مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5,000 ذلك للطرد للاعب العنيف. إيقاف محمد سعيد لاعب فريق سموحة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5,000 جنيه وحصول على النظام الثالث. مباراة فاركو ومودرن سبورت، إيقاف جيفرسون إن كاد لاعب فريق فاركو مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية على قيمتها 5,000 جنيه يحصل النظام الثالث. مباراة البنك الأهلي والاتحاد، البنك الأهلي والاتحاد، إيقاف إسحاق يعقوب لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية على قيمتها 5,000 جنيه يحصل على النظام الثالث. إيقاف محمود شبانة لاعب فريق الاتحاد وبرضه 5,000 جنيه. صباح الفل يا سلطان يا غالي خلود يا حبيبي. والمصر والإسماعيلي، إيقاف باهر المحمدي نفس النظام لاعب المصري مباراتين و5,000 للطرد اللاعب العنيف. إيقاف نادر فرج لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة. إيقاف مجاسة لاعب فريق زد، تمام. وإيقاف ديلسون. مباراة بيراميدز بقى نتكلم، إيقاف خالد سطوحي لاعب طلائع الجيش، يعني بيراميدز ما خدش إيقافات، مباراة وغرامة، تمام. طبعا خطوة واحدة تفصل أحمد حمدي للرجوع لاعب نادي الزمالك بعد ما عمل عملية الرباط الصليبي، وإن شاء الله بقول لك هيروح يكمل يعمل فحوصات طبية بره ومقاسات طبية، مع إن في دكاترة كويسة وبيقيسوا قياسات طبية دول في مصر كويسين جدا والأجهزة متاحة، لكن هم بيحبوا عودة الأجنبي. الساعي وقفشة أبرز الغيابان أمام الأهلي، إن شاء الله الأهلي النهاردة يظهر بمنظر لائق ويرجع ونشوف اللعب الأهلي على أصوله. وصباح الخير يا خلودي، وصلى على الحبيب قلبك يطيب، وكل سنة وانتوا طيبين يا حبيبي.